طبعا انا اشتغلت في الطب. اشتغلت في الطب حوالي 5-6 سنين. وانت كان عندك كام سنه يا محمد؟ انا كان عندي 13، يعني 13 لحد مثلا قعدت لحد 17-16 سنه بشتغل في الطب في فتره معينه، فتره الصيف. مصنع طوب يعني؟ مصنع طوب. يعني انا يعني زي ما بقول اتدرجت في الوظائف. الاول كنت بكنس حاجه اسمها الناس اللي بتوع اصحاب مصانع الطوب هم اللي يفهموا الكلام ده. اولا كنت بكنس الارض. مكنس الارض يعني في مكنه الطوب بتخلي زي حسوه كده او حاجه بتبقى في الارض، تيجي عشان تيجي تاني يوم وتحط عليها الطوب، تعمل طوب تاني لازم تشيل الكلام الموجود في الارض. كنت انا بكنسه. بجانب ان انا بعد كده اترقيت بعد كده وبقيت يعني تودي الاسمنت لمكنه الطوب عشان تعمل الطوب. والدي من النوع الحساس جدا. كون ان كلمه يعني تزعل، ممكن كلمه تزعل، فعشان كده احنا في علاقاتنا بيه بنبقى حريصين جدا. ما فيش واحد فينا يقدر يفرض عليه رأي او يقول له رأي معين. والدي لحد دلوقتي هو على المعاش بس له شغله، ما اقدرش اقول له اقعد من شغلك. يقول لك ده ابني كبر عليا، او ابني ده قدر الله ده مستعار مني. لا، احنا سايبينه على حريته تماما تماما، وبيعمل اللي هو عايزه، واللي محتاجه عمره ما بيقول انا عايز حاجه. اللي محتاجه احنا انت ومالك لابيك. فكون ان انت تقول له اقعد، طب ما تروحش، طب ما تجيش، صعب قوي. لا صعب طبعا. طبعا. والدتي في الفتره الاخيره تعبت كتير وعاني شويه مع المرض، انما الحمد لله يعني اسرتي كلها يعني انا بحبهم جدا.